فلوس بتترمي وشيخ بيقرأ قرآن، وفيديو واحد قلب السوشيال ميديا، وسؤال واحد شاغل الناس: هل اللي حصل ده إهانة ولا ثقافة بلد؟ جدل كبير وانتقادات ضد القارئ محمد الملاح بعد ما انتشر فيديو ليه وهو بيقرأ القرآن في باكستان، وشخص بينقطه وبيرمي عليه الفلوس، وده خلى ناس كتير تنتقد اللي حصل وتعتبر ده تصرف مش مقبول مع القرآن. لكن القارئ محمد الملاح علق على الموضوع في تصريحات صحفية، وأكد إن رمي الفلوس على القارئ أثناء التلاوة في باكستان ده جزء من ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ومعروف جدا في بلادهم، وبيكون تعبير عن حبهم وإعجابهم بالقارئ وقت التلاوة. ووضح الملاح كمان إن أي قارئ سافر باكستان قبل كده عارف الثقافة دي كويس جدا، لأن أغلب اللي بيحضروا أعاجم وما بيتكلموش عربي، وقال مش مطلوب من القارئ أبدا إنه يغير ثقافة شعب كامل، ولا يقدر أثناء التلاوة يركز مع كل اللي بيحصل حواليه. ورغم توضيحه، محمد الملاح أكد موقفه الشخصي إنه ضد الأفكار والعادات دي، وقال: أنا جاي يقرأ قرآن وبس، وأنا راجل أزهري ومفيش قارئ يقدر يمنعهم، لأن لو حد اعترض بيفتكروا إن دي إهانة ليهم وممكن تحصل مشكلة كبيرة. الملاح استغرب رد فعل الناس وقال: ليه الناس رابطين إن الفلوس بتترمي على الراقصة؟ بس دي ثقافتهم مش إهانة. لكن في النهاية هل الناس بعد التوضيح هتقتنع، ولا برضو شايفين إن ده تصرف مش مقبول؟